من غزة، من أرض الشهداء أناديك يا دنيا. أنا مريم، كنت أتمنى أن أكتب لكم رسالتي هذه في منزلي الدافئ الجميل، أكتبها على أوراق أزينها بقلمي الذهبي، وأرسم فيها زهورا بألوان ساحرة. كنت أتمنى أن أطير طائرة ورقية في فناء منزلنا، وألعب الغميضة مع صديقاتي، وأغني الأغاني للمرة الأخيرة، وأن أعود طفلة ولو لبضع دقائق. لقد قتلتيني قبل أن أكبر أيتها الدنيا القاسية. لقد رسمت كل أحلامي بلون الدم الأحمر، دم الشهداء المتناثر في كل مكان. يا دنيا، لقد دمرت منزلي بالقنابل، واقتلعت أشجار الزيتون والنخيل من حديقتي الجميلة. أيتها الإنسانية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ألا تقولين كفى للظالمين الذين يحولون المهد إلى قبور؟ ألا تجعلين تربة بلد التي تفوح منها رائحة البارود خضراء من جديد؟ بمناسبة يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل 23 من نيسان، كتبت هذه السطور أنا وأصدقائي في المهرجان الدولي 14 لخبز السلام هذا العام، في المهرجان الذي يحتضننا نحن فقط، أطفال غزة. سنهتف بكل قوتنا لوقف الحروب ونصرخ من أجل السلام بالخبز الذي يشتاق لتذوقه أطفال غزة. والآن أترك آمالي لكم، أملي في اليوم الذي سأركض فيه بحرية في باحات الأقصى. أترك لكم أيضا مخاوفي التي لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات. أريد أن أتخلص من ظل الظالمين الغزاة الذين يسجنون بلدي بقضبان حديدية ويغنون أغاني الحرية معلقة على أجنحة الطيور. وأنا أنهي رسالتي أناشد الإنسانية جمعاء من غزة، حيث استشهد الآلاف من إخوتي منذ 197 يوما، وأعهد بهذا النداء إلى ضمير جميع قادة العالم الذين يصمتون ضد هذه المذبحة وهذا القمع: أوقفوا الإبادة الجماعية من أجل كرامة الإنسانية.